حالات كتير بنحس ان احنا مرينا بمواقف شديدة وصعبة جدا وبنقول على نفسنا اننا محظوظين، بس المواقف اللي معانا عايزك تقولي لو انت مكان الناس دي هيكون ايه شعورك. بس قبل ما نبدأ نذكر ربنا ونصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويلا بينا نبدأ. مش عارف بصراحة كمية الرعب اللي عاشها الراجل ده جوه العربية. لو حد مكانك حتى لو عاش هيجيله سكتة قلبية. بصراحة هو خد باله انها تقع وده من حسن حظه. كانوا بيعدوا الطريق وما كانوش عارفين اللي هيحصل، لكن الحمد لله. مش هقول غير كفاية الخضة دي، محدش هيعرف كان هيحصل ايه. ساعات الاستعجال بيوصلنا لمواقف زي دي، فبلاش نتسرع. الموضوع فرق توقيت بس لموقف زي ده. المشكلة ان كله شايفها وهي بتقع وبرضه مفيش فايدة. تحس انها وقع بالمقاس. الموقف ده بيمر علينا كل يوم ومفيش حد بيتعلم. تخيلوا لو كان اتأخر لحظة. تخيل تكون بتفكر ويقطع تفكيرك حاجة زي دي. هو لآخر لحظة هو بيحاول، لكن الحمد لله على كده. هو عايز ينزل أكبر كمية ويخلص بسرعة، لكن ما يعرفش حجم خطورتها. هو كان فاكرها هتخبط في العربية، لكن قدر ولطف. الراجل ده بجد أكبر محظوظ، لأنه حرفيا كان تحت العجلات تقريبا. مش عارف الحيوان اللي هاجمه ده كان ايه، بس هو نجا بعمره. ساعات الهزار في المواقف دي بتقلب بعواقب وخيمة، ومش كل مرة تسلم الجرة. تخيل تكون في ارتفاع زي ده ويقع منك السلم. قولي تعليقك هيكون ايه؟ قولي شعورك ايه لو انت مكان الراجل ده؟ الإحساس بالفزع لشيء مفاجئ ده مرعب بصراحة. تكون شغال ومش عامل حساب لأي حاجة، لكن يحصل وتقول الحمد لله. تخيلوا حاجة واحدة بس عملت كل ده. بصراحة هو ضحكني، لأنه حاطط رجله في المكان اللي بيقص منه. بس لحد كده. أتمنى لو الفيديو عجبك ادعمني بلايك واشتراك للقناة. أشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.